السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلين أخواني وأخواتي في الله، كيف حالكم؟ أهلين طلبة المدرسة الأوتو بلاي. إذا موضوع حلقة اليوم هو كيفية فتح الأسطوانة التي تقوم بإنشائها تدريجيا، تظهر تدريجيا. لتفهموا ماذا أقول تابعوا معي هذا التطبيق. نمثال مثلا هذا المشروع، لاحظوا عندما نقوم بفتحه كيف يفتح. الآن يبدو أن الأمر مفهوم جيد. الآن المتطلبات هذه لتنفيذ هذه الطريقة هو هذا الملف الدال، ملف سيستم، رابط التحميل تجده أسفل الفيديو، وبعض السكريبتات التي سنقوم بإضافتها إلى المشروع. على العموم نفتح برنامج الأوتو بلاي، نقوم بالتعديل الإظهار، نضيف أسئلة مثلا. إذن أول شيء كما قلنا نحتاج ملف السيستم، هذا الملف. إذن نقوم بنسخه ونضعه في ملف دوكيمون، نقوم بلصقه هنا. إذن جيد. الآن بعد أن قمنا بلصقه نضغط مرتين فراغا على المشروع ونذهب إلى خانة السكريبت. إذن وهي السكريبتات التي سنقوم بإضافتها كما تلاحظون. في هذه الخانة نقوم بنسخ السكريبت، ثم نقوم بلصقه، ثم نأتي إلى هذا السطر نضغط عليه مرتين وتذهب للمكان الذي وضعنا فيه ملف السيستم الآن، مون دوكيمون، ها هو الملف، ثم أوكي. جيد. الآن نتوجه إلى الخانة الموالية وهي أنشو، ثم نقوم بنسخ هذا السكريبت، نقوم بنسخه هنا. جيد. كذلك هنا نضيف شيء، ثم نتوجه إلى هذه الخانة أون تايم، ثم نقوم بنسخ هذه الخانة، هذا السكريبت يكون. نضغط على السطر مرتين ونحدد مكان الملف، ثم نضغط أوكي. إذا مباشرة نقوم ببعض المعاينة ستلاحظ. إذا نتمنى أنكم قد استفدتم، وأي استفسار لا ترددوا في الطرح. نلتقي في دروس قادمة.